تعالوا نعمل ألذ وأجمل وأهش قرص بالجبنة بطريقة لذيذة جدا وطعمها خطير وقوامها هش معانا كده وطرية وبتدوب وخطيرة جدا وأحلى من الفرن وأكتر. هنعملها بأبسط المكونات وبأبسط طريقة. يلا نقول بسم الله ونبدأ في الطريقة على طول. وما تنسوش تعملوا الاشتراك في القناة ولايك وكومنت حلو زي اول حاجه معايا هجيب بوله او كوبايه كبيره كده، احط فيها كوبايتين من الميه الدافيه، يعني مايله للسخونيه، مش ساقعه ولا من الحنفيه، لا من الدافيه. وعليها كل كوبايه هتاخد معلقه كبيره من السكر، يبقى معانا كوبايتين ميه دافيه عليها معلقتين من السكر وباكت من الخميره الفوريه، وهقلبهم كويس قوي مع بعض وادوب فيها السكر والخميره واغطيها واركنها 10 دقايق او ربع ساعة على جنب على ما اجيب المكونات الجافة تكون الخميرة معايا اختمرت كده وعملت فقاعات. ده اولا يثبت ان الخميرة ناجحة ومش بايظة، ثانيا تسرع معايا عملية الخميرة وتدي طعم حلو قوي للعجينة وتخليها طرية. انا هنا عاملة كيلو دقيق حوالي 6 كوبايات، انتي على حسب عايزة تزودي عايزة تقللي براحتك. على 6 كوبايات دول حطيت معلقتين كبار او 3 معالق من اللبن البودر، تقدري تحطيه وتقدري تستغني عنه بس بيدي طعم حلو. بعد ما تحطي معلقتين من اللبن البودر هتحطي ربع معلقة صغيرة من الملح وتقلبي المكونات الجافة مع بعض، وتقدري كمان تضيفي المكون اللي جاي ده بس بيدي هشاشة اكتر للعجينة وتقدري تستغني عنه. هو هتحطي ربع معلقه صغيره من البيكنج باودر، ما تكتريش، هنحطه ونقلبه مع بعض، وعليه ربع كوبايه من الزيت. وهجيب الخليط بتاع الخميره اللي انا عملته، بصوا عمل فقاقيع معايا ازاي، ولو كنت سبته اكتر كان خمر وملك كوبايه. هحطه على العجينه او المكونات الجافه اللي معايا، هقلبها كويس قوي قوي واشوف محتاجه ميه ولا لا على حسب كل نوع دقيق انت بتستعمليه، يعني ما تحطيش الميه كلها مره واحده، قسمي. وافضل اعجن فيها كويس قوي لحد ما الاقي العجينه اتلمت معايا بالشكل ده، هتلاقيها ناعمه كده وطريه. وبعد كده هلمها في قلب البوله واغطيها واسيبها لحد ما تخمر براحتها خالص. طبعا احنا في الشتاء فهتاخد معانا شويه وقت. هنا كانت خمرت معايا وبقت حلوه. هلمها كويس قوي من البوله، وبعد كده هجيب المفرش او الحاجه اللي بنفرد عليها وانزل عليها بالعجين اللي معايا بعد ما خمر. هفرده كويس وهقطعه لكور صغيرة عشان يبقى سهل معايا في الفرد بعد ما لميتها كده كويس قوي هفضل افردها كده بالراحة واقطعها ل4 كور او على حسب انت عايزة تعملي انهي حجم. وهفرد كل كورة بشكل مستطيل عشان يبقى سهل معايا في اللف اللي انا هعمله دلوقتي انا قطعتهم ل4 قطع، هحطهم في بولة واغطيهم عشان ما ينشفش مني. جبت اول كورة حطيت نقطة من الزيت كده عشان خاطر ما تلزقش مني في المفرش، وهفرد عليها العجينة اول كورة معايا. هفردها كويس قوي على شكل مستطيل هيبقى سهل معايا، بدل ما اعملها مربع واقعد اقطع في الجوانب والحروف، لا هفردها واحاول اقرب لشكل مستطيل بالشكل ده. هفضل افرد فيها كويس قوي من يمين وشمال لحد ما توصل معايا بالشكل اللي قدامكم ده. وهتجيبي اي نوع جبنه تقدري تحشيها باي حاجه براحتك، تقدري تحشيها حلو حادق، تمر، شوكولاته، جبنه مثلثات، جبنه فيتا، اي نوع براحتك. وبعد ما فردتها كده لاقرب شكل مستطيل حاولت اوصل له، هحط عليها نقطه من الزيت على الوش كده، بتخلي برضو وبتفرق في هشاشه العجين. بعد ما فردت كده نقطه من الزيت جبت اي نوع جبنه، انا جبت اللي هي بالجبنه القديمه طعمها حلو قوي ومناسبه قوي للوصفه دي. تقدري تجيبي اي نوع انت عايزاه. هاخد كده قطعه منها وافردها كويس قوي بشكل مستطيل على حسب الحته اللي انا هفردها. وبعد ما اوزع الجبنه كويس قوي في الجزء ده هلف الحرف بحيث انه يغطي الجبنه، وهقفل كويس قوي، يعني هقفل كده الجبنه عليها، العجينه على الجبنه، وهلفها كمان رول. وبعد كده هقطعها، وبعد ما اقطعها هقفل كويس قوي عشان الجبنه ما تخرجش من الجوانب اللي انا عملتها. بعد ما قطعتها كده هلمها كويس قوي وطبطب عليها حاجه بسيطه كده عشان تبقى عريضه شويه، وهقطعها على حسب الحجم اللي انت عايزاه، حجم صغير حجم كبير براحتك. انا قطعته كده، وحاولي تخليها قطعه متساويه عشان السوا يبقى مظبوط، لان طبعا الحجم كبير بياخد سوا اكتر.
بعد ما قطعته بالحجم ده هكمل بقى بقية العجينة بالشكل اللي قدامكم ده. تقدروا برضو تنوعوا في الجبن اللي انتوا عايزينها براحتكم خالص، وبتليق قوي مع العجينة دي مع كوباية شاي بقى على الصبح او حل شاي بلبن، خطيرة وبتنفع لأي وقت. تبقي جعانة تاخدي منها تاكلي على طول. وخلصت بقية الكمية اللي معايا كلها، وهجيب بقى الصينية بتاعتي احط فيها حبة من الزيت وهفرشها كويس قوي، او افرد الزيت في قلب الصينية، وهحط القرص او المخبوزات اللي انا عملتها، وهعمل ما بينهم مسافة عشان خاطر ما يلزقوش في بعض. وهكمل بقى بقية الكمية بتاعتنا بالشكل ده. انا اي كمية تعمليها حطيها في الصينية على طول، وكملي بقية الكمية بتاعتك عادي. بعد ما خلصت الكمية بتاعتي تعالوا بقى للمكون السري اللي يديكي اللون الذهبي الخطير لوش المخبوزات. هتجيبي صفار بيضة عليها نقطة صغيرة من الخل عشان الزفارة، وهقلبهم كويس قوي قوي مع بعض بالشكل ده، وهحط الصفار ده بالخليط على وش المخبوزات بالفرشة بالشكل ده. عايزه اقولك بتدي لون ذهبي خطير، حلو قوي، يبقى زي بره بالظبط، وما بتلاقيش ريحه زفاره فيها لان الخل قضت على الزفورة. بجد بتدي لون حلو قوي. هوزع بقى الصفار البيض ده على كل المخبوزات اللي قدامنا، وهسيبها شوية ترتاح. وبعد ما حطيت الصفارة بتاعة البيض هبدأ بقى اوزع عليها حبة البركة، سمسم، تقدري تسيبيها زي تاني. وبعد ما اوزع على وش القرص بتاعه الخليط بتاع البيض والخل احطه على الوش بتاعها كله، هحط حبة البركة او السمسم او اسيبها من غير اي حاجة براحتك. هدخلها بقى بعد ما اسيبها طبعا ترتاح نص ساعة ويتضاعف حجمها، هدخلها الفرن على درجة حرارة 180. طبعا الفرن يبقى سخن. هدخلها لمدة تلت ساعة، وهتابعها طبعا عشان على حسب كل فرن. بتطلع معايا بقى هشة واخدة لون خطير. شايفين الصفارة اللي احنا حطيناها على وش القرص بتاعتنا مديها لون حلو ازاي؟ خطيرة بجد يا جماعة وتحفة، وجربوها مع كوباية الشاي، خطيرة بجد. طعمها لذيذ، ما تاكلهاش وهي سخنة عشان الجبنة تبقى مسكت كده في العجينة وتحس بطعمها اكتر. هشة وطرية وخطيرة بجد ومنجزة جدا مع طبعا المدارس والامتحانات، وسواء في الاجازة والليالي الشتوية اللي احنا فيها دي بتبقى منجزة قوي وخطيرة. كده خلصنا الوصفة بتاعتنا. اتمنى ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وكومنت حلو زيكم، وتشاركوا الفيديو مع صحابكم وتعملوا لي اشتراك. باي باي، ونتقابل في وصفة جديدة ان شاء الله. باي، السلامة.